السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمود. وأنا اسمي منى. أهلا بيكم في قناة فهمناكو. النهاردة مش هنحفظ، لا النهاردة هنفهم المحاضرة دي مع بعض. وقبل ما نبدأ نفهم عايزينكم تنزلوا بسرعة تتابعونا على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، وكمان تدخلوا جروبات الواتساب والتليجرام اللي اللينكات بتاعتها في الوصف. يلا بقى جهز كوباية الشاي بتاعتك، كبر الشاشة وركز معايا عشان تفهم الخلاصة. النهاردة هنقسم شرحنا لأربع محاور رئيسية عشان الصورة تبقى واضحة قدامنا. أول حاجة هنحط الأساس ونعرف يعني إيه اتصال أصلاً وإيه هي عناصره. بعد كده هنتعمق شوية في اللغة الخفية، يعني لغة الرموز ولغة الجسد. تالت حاجة هنعرف ليه الاتصال ده مهم قوي في حياتنا وعلاقاتنا. ورابعاً هنشوف الفرق بين الكلام الرسمي والكلام اللي بيحصل في الكواليس. وفي الآخر خالص استنوا سؤال التحدي. يلا بينا نبدأ على طول بالمحور الأول ونحط حجر الأساس للموضوع بتاعنا. يعني إيه اتصال؟ أول موضوع معانا هو تعريف عملية الاتصال، وده معناها العلمي هو العملية اللي بيتم من خلالها نقل الأفكار والمعاني والمعلومات من شخص للتاني بصورة تحقق الأهداف المطلوبة، وبيعتبروه بمثابة خطوط بتربط أوصال أي مبنى إداري في أي منظمة. بصوا عشان نفهمها أكتر، تخيلوا معايا إن الاتصال ده عامل زي مواسير المية اللي واصلة بين الشقق في عماعة واحدة. من غير المواسير دي مفيش مية هتوصل لحد، ومحدش هيعرف يعيش مع التاني أصلاً. طيب الموضوع التاني هو الفرق بين الاتصال والتواصل. الشرح الأكاديمي بيقول إن الاتصال بيقتصر على وجود طرف واحد فعال، زي ما تكون بتتفرج على التلفزيون، دي عملية مش تشاركية. أما التواصل بقى فده عملية مشتركة رايحة جاية، زي الكلام بين المعلم والطالب. يعني ببساطة كده الاتصال ده زي ما تكون بتسمع الراديو، انت بتسمع بس وما بتعرفش ترد. لكن التواصل زي ما تكون بتدردش مع صاحبك على القهوة، كلمة منك وكلمة منه. ممتاز جدا. دلوقتي بقى خلينا ندخل على الجزء الثاني ونفكك عملية الاتصال دي حتة حتة ونشوف هي بتتكون من ايه بالظبط. الموضوع الثالث اللي معانا هو عناصر عملية الاتصال البسيطة. العملية دي بتتمثل في نقل رسالة من شخص بنسميه مرسل لشخص بنسميه مستقبل عن طريق قناة اتصال بتختلف على حسب الموقف. والمثال البلدي هنا واضح ومباشر جدا. لو بعت ابنك يشتري عيش يبقى انت كده المرسل، وطلب العيش هو الرسالة، وابنك هو قناة الاتصال، والفران هو المستقبل. بسيطة اهي. طب خلينا نفصص المثال ده أكتر. المرسل هو أنت، مصدر الرسالة وصاحب الفكرة اللي عايز توصلها. بالظبط كده، أنت اللي قررت إن البيت محتاج عيش، فأنت اللي بدأت العملية كلها من عندك. نيجي للنقطة الرابعة وهي استخدام الرموز في الاتصال. معناه إن الاتصال هو عملية بنخلق بيها المعاني عن طريق رموز لغوية، زي كلمة أو إيماءة أو إشارة، عشان نثير معاني وصور ذهنية عند الناس التانية. فالرسالة بتاعتك هنا هي عايز عيش، وكلمة عيش دي في حد ذاتها رمز للحاجة اللي بتتاكل. بالبلدي خالص لما تشاور لصاحبك من بعيد بإيدك وتقول له باي باي، دي إشارة هو فهم منها إنك ماشي من غير ما تنطق ولا كلمة. الرمز هنا وصل المعنى كله. والرسالة دي طبعا محتاجة طريق تمشي فيه عشان توصل، وهو ده اللي بنسميه قناة الاتصال. في المثال بتاعنا ابنك هو اللي قام بدور القناة دي. مظبوط، هو اللي خد الكلام منك ووصله للطرف التاني. والقناة دي ممكن تكون أي حاجة، ممكن تبقى مكالمة تليفون أو رسالة واتساب، أو زي في حالتنا كده شخص بنفسه. وفي نهاية الطريق ده بنلاقي المستقبل، وهو الشخص اللي بيستلم الرسالة ويفك شفرتها ويفهمها. في القصة بتاعتنا الفيران هو المستقبل. بالظبط. ولما الفئران ياخد الفلوس ويديك العيش، ده في حد ذاته يعتبر تغذية راجعة أو فيدباك. معناه إن رسالتك وصلت واتفهمت تمام والعملية نجحت. الموضوع العاشر هو لغة الجسد في الاتصال، وشرحه الأكاديمي إن الاتصال مش بس بيشمل اللغة المنطوقة أو المكتوبة، لأ ده بيشمل كمان لغة الجسد وأسلوب التعبير اللي بنوصله للآخرين. يعني لما تدخل على حد وتلاقيه مكشر، حتى لو قالك أهلا بلسانه وشه بيقولك اطلع بره، هي دي بقى لغة الجسد، وساعات بتكون أقوى من الكلام نفسه. حلو قوي. كده احنا فهمنا الاتصال بيشتغل ازاي. دلوقتي خلينا نعرف بقى هو ليه مهم أصلاً، ايه فايدته في حياتنا. محمود، الموضوع الخامس هو أهمية البيئة المتصلة، ودي بتيجي من توفير الاتصال والتعاون بين البشر، وده بيزود تقدير الإنسان لنفسه وبيديله شعور بالسعادة وتحقيق الذات. يعني زي ما تكون ساكن في حارة وكل الناس عارفين بعض وبيسألوا على بعض، بتحس كده إن ليك ظهر وسند وإنك مش لوحدك في الدنيا. والموضوع السادس هو أهمية الانسجام في الاتصال، وده معناه إننا نخلق بيئة بتزرع روح التواصل، وده بيقلل الفوضى وبيدي للإنسان شعور بالاحترام والتقدير المتبادل، حتى إنه بيقلل خطر الأمراض النفسية. عشان نفهمها، تخيل لو أنت شغال في ورشة والكل بيزعق ومحدش فاهم التاني بيقول إيه، الشغل هيقف طبعاً، لكن لو في تفاهم وانسجام الشغل هيخلص في ثانية ونفسيتكم كلكم هتبقى فل. والموضوع السابع هو أهمية العلاقات الداعمة.
ودي بتتمثل في تأثير التواصل بين الآباء والأبناء في تقليل مخاطر السلوكيات المؤذية أو الإدمان، وده بسبب الشعور بالانتماء والحب. يعني ببساطة لما الأب يصاحب ابنه ويسمع له، الواد مش هيدور على أصحاب سوء يجرجروه للسكة الغلط، لأنه ببساطة شبعان اهتمام في بيته. أما الموضوع الثامن فهو الاتصال كعملية ديناميكية. معناه إنه بيخلي أقسام أي منظمة وأفرادها وحدة عضوية واحدة ليها درجة من التكامل والترابط والتنسيق عشان تقوم بنشاطها. بالظبط زي المكنة الكبيرة، كل ترس لازم يلمس في الترس اللي جنبه عشان القماش في الآخر يطلع جلابية مظبوطة. تمام قوي. كده عرفنا أهمية الاتصال في حياتنا الشخصية والعملية. نيجي بقى لآخر محور معانا ونشوف شكل الاتصال ده على أرض الواقع في الشغل. الموضوع التاسع هو الاتصال الإداري الرسمي وغير الرسمي، وهو الاتصال اللي بيحصل وفق الهيكل التنظيمي الرسمي للمكان أو اللي بينشأ بعيد عنه وبيكون له أثر قوي جدا لدرجة إنه ممكن يفوق الرسمي أحيانا. وده معناه الفرق بين الورقة الرسمية اللي بيمضيها المدير وبين الكلام اللي بيتقال تحت الترابيزة بين الموظفين وهم بيفطروا، وساعات كلام الفطار ده هو اللي بيمشي المصلحة كلها. الاتصال الرسمي هو اللي بيمشي زي ما الكتاب بيقول، بيتبع التسلسل الوظيفي من المدير للموظف، وبيبقى متوثق ومسجل زي الإيميلات الرسمية والتقارير والمذكرات الداخلية. ده الكلام اللي بيبقى على ورق محدش يقدر ينكره، وممكن ترجع له في أي وقت عشان تثبت حقك لو حصلت مشكلة. أما بقى الاتصال الغير الرسمي فده اللي بيحصل بعيد عن القنوات الرسمية، بينشأ كده بشكل طبيعي بين الناس بناء على علاقاتهم الشخصية وصحبيتهم. دي بقى شلة الأنس بتاعت الشغل. الكلام اللي بيتقال على القهوة أو في استراحة الغداء ممكن يكون إشاعات وممكن يكون معلومات حقيقية بتوصل أسرع من الإيميل الرسمي نفسه. كل نوع منهم له مميزاته وعيوبه. الرسمي بيكون بطيء شوية لكنه موثوق وملزم للكل، أما غير الرسمي فهو سريع جدا وممكن يكون مؤثر أكتر، لكنه في نفس الوقت مش مضمون وممكن ينشر معلومات غلط. بالظبط كده. القرار الرسمي ممكن ياخد يومين عمل عشان يوصلك، لكن خبر إن المرتبات هتزيد ممكن تعرفه في دقيقة وانت بتعمل كوباية شاي، والخبر التاني ده هو اللي بيفرحك بجد. وكخلاصة سريعة للي قلناه النهاردة، الاتصال مش مجرد كلام بنقوله، دي عملية معقدة ليها عناصر ولغة خفية، وهو أساس أي علاقة ناجحة سواء في البيت أو في الشغل. والأهم من كل ده إننا لازم نفهم إن الكلام اللي بين السطور واللي بيحصل في الكواليس ممكن يكون أقوى من أي ورقة رسمية مختومة. عاش يا أبطال، كده فهمنا أهم أجزاء المحاضرة. وقبل ما نختم، سؤال التحدي بتاعنا بيقول: في شركة المدير بعت إيميل رسمي بقرار معين، لكن القرار الحقيقي اللي كل الناس مشيت عليه كان مبني على إشاعة اتقالت في استراحة الغداء. في رأيكم ليه الاتصال غير الرسمي ممكن يكون أقوى من الرسمي في بعض الحالات؟ فكروا في السؤال ده كويس واكتبوا لنا إجاباتكم في التعليقات تحت. شكرا جدا ليكم. وما تنسوش تتابعونا على كل منصاتنا عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. مع السلامة.